السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. خليني اقول لكم ان بيراميدز كمان هيقابل هلال الساحل في مباراه العوده السوداني. طبعا هلال الساحل على استاد الدفاع الجوي. المباراه هتتلعب يوم السبت ايضا الساعه 6 بتوقيت القاهره على استاد الدفاع الجوي. ده نفس الميعاد بتاع مباراه الاهلي، هتبقى برضو في نفس هذا الموعد. اما مباراه فيوتشر هتتلعب يوم الاحد على استاد الدفاع الجوي ايضا مع كالون السيراليوني. كان فيوتشر كسب بره ارضه في سيراليون 2-0، وكان بيراميدز ايضا كسب مباراه الذهاب اتلعبت على استاد الدفاع الجوي ايضا 2-0. دي المباريات بتاعت الانديه بتاعتنا في بطوله افريقيا. طيب، القصه بتاعت محمد محمود، يعني هو يعني برضه احنا عايزين نحسم المساله دي. الفقره الجايه هنتكلم فيها مع محللينا طبعا كابتن سيد معوض وكابتن احمد عيد عبد الملك. هل المدير الفني هو الذي له سلطه مين يبقى موجود في القايمه ومين ما يبقاش موجود في القايمه، ولا الاداره لازم تشاركه؟ واذا الاداره شاركته وحطت حد في القايمه زياده من وجهه نظرها الاداره، هل على المدير الفني انه يتعامل معاه ولا لا يتعامل معاه؟ انا بقول ده بمناسبه قصه محمد محمود وزياد طارق. الاهلي هو الراجل طلب اعارتهم لمده موسم، بس الاهلي في اللحظات الاخيره ما يعني كملوا معاه يعني. فالراجل قال لك خلاص يتمرنوا في الجيم، يتمرنوا بعيد عن الفريق الاول خلال الفتره دي لغايه ما يتحسم امرهم في يناير بالاعاره، لان فشلت الاعاره. فدي قضيه مهمه جدا. سمعنا في الزمالك ان الراجل ايضا هو كمان فيريرا في عدد بعض اللاعبين اللي جم ما كانش عايزهم، وان هو يعني وجهه نظره انه مش لانهم وحشين، ممكن يكونوا مستواهم كويس جدا ومفيدين، لكن العدد اللي هو هيمرنه مش عايز يبقى كده. هو عايز يركز في مجموعه معينه من اللاعبين مع البدلاء بتوعهم، هو حاطط في دماغه تركيبه معينه كده. فعشان كده حصل الكلام اللي اثير خلال الفتره الاخيره. فبرضه احنا محتاجين نركز في القصه دي. هل المدير الفني اللي هو ممكن يمشي في اي لحظه، لما نيجي نقول الاداره لازم يكون لها دور، هنحط المبرر ده ان المدير الفني مش قاعد؟ ما هو موسيماني مشي، اللي شال ميكيسوني واللي شال بيرسيتاو واللي شال اللعيبه اللي جابهم موسيماني هو الاهلي مثلا يعني. فهل الاداره كده ولا المدير الفني لازم تسيب له الصلاحيه دي بحكم ان هو الحاكم بامره في فريق كره القدم؟ فمحمد محمود عنده مشكله، هو وزياد طارق عندهم مشكله. الافضل طبعا اعارتهم كانت، وقلنا الكلام ده من بدري، علشان خاطر يكتسبوا حساسيه الماتشات. يعني محمد محمود لعيب كبير محتاج يكتسب حساسيه الماتشات دي عشان يرجع تاني لادائه المستوى، يلعب اساسي في نادي بحجم الاهلي. اللعبه في الاهلي مش سهل، انك تلعب في الاهلي وتلعب في افريقيا وتواجه اكبر منتخبات افريقيا، وممكن تروح كاس عالم للانديه وتلعب سوبر افريقي. يعني مساله يعني مش سهله انك تلعب في الكلام ده في الاهلي يعني. وزياد طارق نفس الكلام. الغريب بقى اللي سمعناه، ودي من الحاجات برضو اللي محتاجه يعني تامل، ان الزمالك بيفكر في زياد طارق. وطبعا زياد طارق لعيب يعني هو مشروع لعيب كبير في المستقبل طبعا، لعيب طرف ولعيب عنده مهارات ولعيب عنده جرأة ولعيب عنده بيعرف يعمل اختراقات وبيعرف يشوط وبيعرف يجيب جول يعني، وبيعرف يباص. يعني لعيب مشروع لعيب كبير يعني. لكن في ظل الاحداث دي ايه المانع ان انا ابص واجيب عقده وابص وثغراته ايه وفكرته ايه وممكن يبقى معايا ولا مش ولا لا والكلام ده. ففيريرا معجب بيه كمان يعني، حتى لما بيتكلم مع الناس هو بيبقى شايف دايما اللاعبين اللي في السن ده هو شايفهم كبار، احنا شايفهم عيال صغيره. احنا شايفينهم 19 سنه و20 سنه 21 سنه، والسن ده كده احنا شايفينهم ناشئين وصاعدين والكلام ده. هو شايفهم طالما عدى ال 18 خلاص هو بيتعامل زي كانه عنده 29 سنه، لازم ياخد الفرص بتاعته. فهو شايف زياد طارق من اللعيبه الحقيقه اللي هيبقى لهم مستقبل كبير جدا. حصل قعده بين كولر وبين محمد شريف، وقال له يعني اعمل حسابك حتى الان انت نمره 3 في التشكيل. يعني مش لان انت
انا مش قاعد بحط يعني 1 2 3 بالالفه بتاعت المدرسه يعني في الفصل يعني ولا في الكلاس بتاعي، لا ده 3 لانك انت ما كنتش جاهز الفتره اللي فاتت. عشان تبقى نمره 2 لازم تجهز اكتر، وبعدين تقفز لنمره 1 لازم تجهز اكتر واكتر واكتر. كل الكلام ده مبني عليك انت. عشان كده كولر بيبقى حريص طول الوقت ينبه كل اللعيبه، يعني ياخد كهربا على جنب ويقعد يتكلم معاه، ياخد شادي حسين على جنب ويقعد يتكلم معاه، ياخد محمد شريف على جنب ويقعد يتكلم معاه، ياخد قفشه على جنب ويقعد يتكلم معاه، ياخد حسين الشحات على جنب ويقعد يتكلم معاه. ليه؟ عشان خاطر يعرفهم انه اداؤه الفني واحتفاظه بادائه البدني وتركيزه طول الوقت في التمرين او في الماتش هم دول المعيار اللي هيبني عليه. وسرعاته بقى مش الحركات دي في الملعب، يعني مش الترقيص مش ده اللي هيخليه يعني يقول لك واو يلعب، لا. واقف بدنيا جامد جدا، حافظ على وزنك جامد جدا، بتاكل كويس جامد جدا، سلوكك 10/10، كل قياساتك 10/10 طول ما يعملها لك، بجانب الفوز والانتصارات والكلام ده. ليه هو مصر حتى اللائحه اللي بيجهزها للنادي الاهلي ليه مصر على الفكره دي؟ عشان خاطر يبقى عنده نوع من التواصل الثابت دايما، يعني يبقى ضامن ان بعد شهر تبقى اللعيبه بنفس الالتزام وبنفس التركيز وبنفس كل حاجه. فقعد محمد شريف وقال له كده، فاصبح الدور على محمد شريف خلال الفتره الجايه الامور هتمشي معاه ازاي هنشوف.